مقالب، شنط المدارس، كشاكيل ونوت بوكس، لانش بوكسات، زمزميات. يبقى ده كله معناه ايه؟ معناه الباك تو سكول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وانتوا تشوفوا الفيديو ده النهارده. زي ما انتم شايفين انا موجوده دلوقتي بجيب الحاجات بتاعه الباك تو سكول. بس انا موجوده فين؟ موجوده في مكتبه المنار. مكانها فين؟ هي موجوده في القاهره، تحديدا في 6 اكتوبر، قدام جامعه 6 اكتوبر وبجوار عز المنوفي. قبل ما ابدا الفيديو واخدكم في الجوله ونشوف المكتبه كلها من جوه، ما تنسونيش بلايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات. يلا بينا نتفرج على كل حاجه موجوده في المكتبه جوه. وطالما قلنا باك تو سكول يبقى لازم حاجات تكون مترقعه، واهم الحاجات المترقعه هي سومينيكاتس، سواء كانوا كراسات، اقلام، برايات، نوتس، الالوان الشامه، مقصات البلاستيك للاطفال. الاستيكه دي تحفه على فكره، انا عامله عنها ريفيو كامل قبل كده. حاجات بقى مترقعه بس للبنات. بصوا الاقلام ده هايلايتر على فكره، دي اقلام هايلايتر، تحس فعلا الستاند ده معمول كانه شبه الميك اب. دي اقلام سكرو، كوبايات اقلام، سنون، اقلام سكرو. بصوا النوتة دي، بصوا بقى البوتلز او الزمزميات. هوريكم شويه حاجات كده ايه عجبتني. استرونوت اكيد هاخد منها واحده، الصراحه ناوي اخد الازرق، كفايه اسود بقى، كفايه ناخد واحده استرونوت. دي كيوت. بالنسبه للالوان بصوا انتوا شايفين قد ايه في كاتيجوريز كتير جدا جدا، بس انا عايزه اوريكم الوان انا الصراحه متحمسه جدا ان انا اجربها. في منها 12 لون ودي ال 24، المفروض ان هي ووتر كولر بينز، بس حاسه الصراحه ان هي هتطلع تحفه. نيجي بقى لاكتر حاجه انا الصراحه اتبسطت قوي لما شفتها السنه دي، وهي الوشي تيب. بصوا شكلها، ده شكل الوشي تيب. بصوا قد ايه تحفه. في منها فرداني وفي منها بصوا علبه بتيجي 4 مع بعض، بس هما اصغر شويه، يعني دي عريضه دي بتكون اصغر شويه. في منها اشكال كتير جدا. في كمان بيجي منها بتكون زي ست او طقم كده على بعضه. بصوا الصراحه مش عارفه هي كام واحده جوه، ما قريتش على العلب، بس شكلهم حلو قوي. 10 دول بيجوا 10. وفي بقى بصوا بتيجي زي باكت كده، المفروض دي بتتعلق هنا، بتبقى بتيجي باكت وبيجوا كذا مقاس، في صغير ووسط وكبيره جدا بتكون عريضه، وفي بيلمع وفي مط برضو، في منها الوان كتير. كمان البراجل السنه دي شكلها تحفه وغريب. بصوا ده المفروض شكل برجل، وحتى هو مرسوم من ورا اهو، هو السنون بتاعته رفيعه وجايه مع السنون بتاعته. بس بصوا بقى التشكيله بتاعه البراجل وطقم الهندسه السنه دي الصراحه مختلفه وجديده وكتيره كمان. الطقم دي برضو حلوه جدا، عايزين نبقى نعمل عنها ريفيو طبعا مفصل. بس انا لقيت لكم حاجه لعشاق الانمي او انمي، مش عارفه الصراحه اذا كنت قلتها صح ولا غلط عشان الكومنتس. بس بصوا وان بيس، انا الصراحه بحب لوفي جدا، انتوا لا تتخيلوا انا بحبه جدا. ده عباره عن ايه؟ ده طقم هندسه اللي هو بيكون مسطره، منقله، مثلثات كده. كمان التشكيله اللي انا شايفاها السنه دي من المقصات انتوا مش متخيلين. بصوا كام نوع مقصات للاطفال، بتكون بلاستيك او اللي بتكون فيها اشكال بتبقى مشنشره بقى وكده، او مضلعه، او ايا كان الشكل بيكون ايه، بتيجي اشكال والوان مختلفه. كمان بصوا المقصات دي بتكون بلاستيك، امان للاطفال، اشكال والوان كتير. بصوا احجام ومقاسات مختلفه، سواء للمكتب للبيت. في حتى في الكولكشن اللي كلمتكم عليه قلت لكم هعمل عنه فيديو، سمر تشا تشا تشا، في لي مقصات وجايه برضو بالوان مختلفه. كل ما اطلع الوان الاقي لون بعده، جايين بالوان مختلفه، شكلها تحفه قوي. وكمان جاي معاها الكفر بتاعها عشان يكون حمايه للمقص، عشان لو احنا عندنا اطفال او كده. جماعه كمان شايفين نوع المقص ده؟ المقصات دي على فكره بتبقى حلوه جدا، انا مجربه نوع عليه الساين ديت كان ممتاز. الاورجنايزرز او الحاجات اللي بنرتب عليها الاقلام ونحطها على المكتب ويبقى شكلها حلو. في حاجات معدن اوكي وليها تقسيمات مختلفه، في حاجه زي كده، في حاجه زي كده، في حاجه زي كده، هكلمكم عليها بالتفصيل.
تفاصيل في فيديوهات جايه. بس اكتر حاجه بصراحه لفت نظري السنه دي هي كوبايه الاقلام دي. اولا هي بتتحرك، ثانيا شايفين الاماكن دي المفروض بيتحط فيها الاقلام، تمام، بيتحط جواها الاقلام، وجاي معاها شيت ستيكر، حاجه يعني كيوت خالص عشان تحطوا الستيكر في اي مكان على الكوبايه براحتكم. كمان في من مجموعه ساكورا لونين، اللون البينك واللون الابيض، حلوين قوي الصراحه. هي كوبايه اقلام برضو نفس الكلام، في الكوبايه دي ليها كذا لون. برضو الكوبايه الكيوت دي بصوا جاي منها لونين، الازرق واللي على اورنج، ومتقسمه ايام وشهور، وعلى فكره المفروض ان هي كمان بتلف. كمان في الكوبايات البيزك العاديه سواء كانت مدوره مربعه، والمربع على فكره في منه شكلين، في الشكل ده تحسوه حاد كده، وفي الشكل التاني من المربع. هنا بقى الكشاكيل والنوت بوكس السلك والعاديه بكل انواعها. كمان في هنا الحوافظ السوسته، بصوا في حاجات كتير قوي. كمان في بلانشيتات هنا، دي شكلها حلو قوي، بصوا واو حلو قوي. البيت دي كيوت ومتقسمه وفيها مسطره، حلوه جدا. كمان في دي خشب. بصوا بقى كولكشن شنط المدرسه. انا مش هتكلم خالص، انا هوريكم بس هوريكم الكولكشن اللي موجود. عايزين بقى نتكلم عنه بالتفصيل، قولولي في الكومنتس. المقالم كمان السنه دي فيها اشكال حلوه، بس انا اللي عجبني قوي بصوا الحافظه دي تحفه قوي، تحسوا ان هي بديله المقلمه، او حتى ممكن يتحط فيها حاجات واورجنايزرز، وفي منها الوان تحفه. في كمان على بلاستيك، دي قماش، دي على بلاستيك، في منها مقاسات كتير قوي. دي باقي المقالم، وفي كمان لانش باجز، بصوا تحفه. في شويه اشكال والوان في المقالم رهيبه. العشق الذي لا ينتهي، الستيكي نوتس. بصوا فاكرين الستيكي نوتس الشفافه اللي كلمتكم عليها؟ دي بقى منها مستطيل، دايره، مربع، شرايط، يا نهار ابيض. كل انواع الستيكي نوتس اللي انا كلمتكم عليها واللي ما كلمتكوش عليها، في انواع كمان هنا جديده مختلفه. بصوا يا الله تحفه. شفتوا دي؟ ده اختراع خطير، هكلمكم عليه في الفيديوهات اللي جايه، بس ده اختراع خطير. كل دي ستيكي نوتس طبعا، انتوا فاكرين دي؟ بصوا دي، ودي اللي بتكون ملونه، خطيره. من اهم المميزات اللي موجوده في مكتبه المنار، لو انت جيت بالسبلاي ليست بتاعتك زي ما انت شايف كده، سبلاي ليست، كل الايتمز اللي موجوده جواها اكيد هتلاقيها، مش هتلاقي ولا صنف فيها ناقص، كل الاصناف موجوده. وكمان في عندهم اوبشن، لو انت اي صنف مش حابب مثلا تاخد الالوان دي او الماركه دي وعايز تغيرها وتبدلها بماركه تانية، متاح عندهم الموضوع ده. بداية من النهاردة، من ساعة ما تشوفوا الفيديو، من أول المشتريات بقيمة 1000 جنيه هتشتري حاجات من المكتبة بقيمة 1000 جنيه، هيجيلك خصم 10%. مش بس كده، هتاخد فواتشر زي ما انتم شايفين، هو ده شكله، فواتشر بقيمة 10%. ساعة لما تاخد الفواتشر دوت في تاني مشتريات ليك هتقدر تصرف الفواتشر ده. ممكن بقى على حسب المشتريات بتاعتك تشوف قيمة الفواتشر اللي هيجيلك، لان هي 10% على قيمة المشتريات اللي انت شاريها. العرض ده هيفضل ساري لحد يوم 31/12، اخر يوم في السنة دي، اخر يوم في سنة 2024. كمان الاوفرز مش واقفه عند كده، في يوم مهم جدا 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 هقول لكم عليه للي مكملين الفيديو لحد هنا. يوم 16/8 هو عيد ميلاد مكتبه المنار، هم عاملين اليوم ده بس خصم 25% على اي حاجه موجوده في المكتبه، ما عدا الزمزميات واللانش بوكسات هيكون عليها خصم 10% بس، لكن الباقي عليه 25% خصم اليوم ده بس، يوم 16/8 من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 1 بالليل. عايزه اقول لكم كمان ان العروض اللي مكتبه المنار عاملاها مش واقفه عند كده بس، كمان هم عاملين خصم 15% على كل الكتب الخارجيه. كمان موفرين ميزه حلوه قوي، وهي التقسيط لحد 6 شهور بدون فوائد، وتقدروا تعملوا التقسيط دوت تبع بنك الاهلي او بنك CIB او بنك اديب او اللي هو بنك ابو ظبي الاسلامي. بصراحه الموضوع ده حلو جدا ومفيد جدا لناس
ناس كتير قوي مش هتبقى شايله هم بقى ان احنا هنشتري السبلاي ليست او ان احنا هنشتري اصلا الحاجه بتاعه المدرسه حتى لو مش في السبلاي ليست ونقسطها بقى وننسى كل حاجه. بصراحه عاملين اوفرز حلوه جدا وهتتبسطوا لما تيجوا المكان كمان وتشوفوا الحاجه بنفسكم. اظن دي حاجه وتجربه لذيذه وممتعه جدا. انا لا دي ميتال ماركرز يا جماعه، ده مش هينفع اتكلم عليه كده، ده لازم له فيديو لوحده. ده اختراع. ساكورا، شفتوا الواشي تيب اهوت، الاقلام الكذا لون. ستيكي نوتس اللي كلمتكم عليه اهو، شفتوا الاستيكه دي كيوتي قوي. سمر تشا تشا تشا، ده اورجنايزر على فكره. بصوا بقى الستاند ده في حاجه اسمها دبل اندد سوفت هايلايتر، المفروض ان ده هايلايتر. دي الالوان كلها بتاعته شكلها اهي كلها درجات باستل، نختار مثلا قلم منهم. بصوا الناحيه التانية سن رفيع كده كانه شبه القلم، والناحيه الاولانيه السن المشطوف بتاع الهايلايت. تحفه قوي. هو جاي ستاند كده ينفع تاخده بالقلم، او ممكن تحت هتلاقوا بصوا طقم، ممكن تشتري طقم على بعضه وباربع درجات مختلفه، يعني 4 اختلافات وتنوعات للالوان مختلفه. بصوا دي انواع كتير قوي للاقلام السكرو. وعايزه اوريكم حاجه لفتت نظري دلوقتي. بصوا السنون الملونه، دايما تسالوني عليها. سنون هي مقاسها 0.5، هي ملونه يعني كانها شبه الالوان الخشب الملونه بس على هيئه سنون. ينفع نحطها في القلم السكرو بتاعنا العادي لو درجته 0.5. بصوا اشكال مختلفه. شايفين المعدن ده؟ انا بحب الحاجات السمبل الرقيقه دي. لقيت لكم القلم اللي دايما كنتوا تسالوني عليه، كنت عامله عنه ريفيو من 4 سنين، بايلوت بروجريكس وكمان البايلوت السوبر جريب. الاثنين دول على فكره لقيتهم موجودين هنا، حتى هتلاقوا ستاند محدود. بصوا يعني هم دول اللي موجودين، مفيش تاني مهما ادور، هم دول اللي موجودين ومفيش منه تاني على فكره. انا دورت عليه في كل مكان موجود هنا. عايزه اقول لكم ان مكتبه المنار مكانها تاني، عشان الناس اللي بتقعد تسالني في الكومنتس اللوكيشن بتاعهم، هي في القاهره تحديدا في 6 اكتوبر قدام جامعه 6 اكتوبر وجنب عز المنوفي عند الجامع الحصري. يعني بصوا انا مش من القاهره بس انا حاولت اهو اوصل لكم واقول لكم على العنوان بطريقه تكون سهله وبسيطه. وتحت في الديسكريبشن بوكس هكون سايبه لكم كل حاجه، هكون سايبه لكم العنوان والتفاصيل واللينكس بتاعتهم وكل حاجه. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا وشفتوا حاجات جديده موجوده في المكتبه، وكمان تستفيدوا من العروض اللي هم عاملينها. ما تنسونيش بلايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات، وقولوا لي في الكومنتس اكتر حاجه عجبتكم. انا شخصيا دي عجبتني وخدتها خلاص، الموضوع منتهي عشان الاسترونوت. احنا عندنا حب للاسترونوت. وصباحكم او مساءكم فل على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. باي.